عم يفشوا خلقهم، فعلى حسابكم فشوا خلقكم قد ما بدكم. أولالا شكرا. أولالا جوان، أهلا وسهلا فيك ببيروت. من استديوهات أولالا عم نحكي مع شكران حاليا. طيب هذا الاستديو حاليا عم تترك ذكرى وبصمة لشكران لقدام كمان. شو كسبك وشو خسرك هذا البرنامج؟ بلشت اكسب اكسبيرينس جديدة. أول مرة بكون توك شو تقريبا ساعة ونص ساعتين. شفت حالي بالستاند اب كوميدي لأنه أنا اللي عم بكتب الستاند اب كوميدي تبع كل حلقة. تعاملي مع الكاميرا اختلف. خسرني ما خسرني شيء. شو بده يخسرني مثل شو يعني؟ ممكن حملات الانتقادات اللي عم بتصير هي بتصير على كل شيء يعني، وخلص صارت وخلصت يعني. إذا بدنا نضل واقفين عندها ما كنا كملنا البرنامج. بالعكس هي عطتنا دافع لنتطور أكثر، لنعمل البرنامج أحلى. أنا ما بدي أحكي عنها لأنه خلص خلصت بوقتها وبلحظتها يعني. زعلت لأنه أنا بعتبر كل سوريا أهلي يعني. حتى الناس ما تفكر إنه عم نبالغ، إنه توصل لدرجة إنكم تحطوا عنوان بيتي وين أنا ساكنة ورقم تليفوني. هذا انتم بدكم حدا يروح يأذيني. ليه ما اشتكيتي طيب؟ بدك تشتكي على اهلها؟ بدي اشتكي على آلاف الذباب الالكتروني. انا بنزل على الطريق ما في هيك شيء بالشارع السوري. على الحدود الامن، الناس اللي موجوده بالشارع من اهلنا وناسنا، منتهى الحب ومنتهى الاحترام ومنتهى الذوق ومنتهى اللطف. شفتي تعليق مازن الناطور؟ شكرا مرتجى، على فكرة اجت لعندي. أنا ضد هذا الهاشتاج اللي طلع. فعلا أنا رحت على النقابة وحكينا ودردشنا، كانوا نعمل أخوة عن جد. بتشكرهم لأنه مو إنه واجبهم نحن هيك. ما هذا الجانب الثاني اللي عم يظهر بشكل فج، هدول ما بيمثلوا كل السوريين، وهدول بيمثلوا أنفسهم فقط لا غير. اليوم صارت اللعبة عم تتحكم بالكبير وبالصغير وبالمعمط بالصغير. كيف عم تشوفي حالك كمقدمة؟ عم تحسي حالك طلعتي من شخصية الممثلة ولا لساتك موجودة فيها؟ لا طلعت طبعا من شخصية الممثلة. عم بعمل شكران. أنا دائما ليش بحب إني أعمل برامج؟ لأنه بتكون شخصيتي. أنا جاية شكران مرتجى تعمل برنامج قول لله. كيف شايفة حالي؟ هذا الجمهور هو اللي بيحدده إذا أنا كنت مناسبة أو لا. توجهي هيك للكاميرا أو للمنصة كلمة لمحبيكي ولكارهيكي بنفس الوقت. بدي اقول للعالم والله ما في شيء مستاهل. محبه شيء كثير مهم. الشتائم هي ما منيحه. اشتمني على الخاص ما عندي مشكله. انا ما بقبل ينقال انه ليكوا السوري ولا ما بدي احكي. انا بحبكم كلكم كارهيني ومحبيني، لانه كارهيني عم يعطوني حافز لاني اشتغل، ومحبيني اللي دائما بيصفقوا لي كمان عم يعطوني حافز انه كفي. انا بقدر الناس اللي بتنتقد بس اللي ما بتشتم، وبقدر انه كل السوريين قد ايه تعبانين عم يفشوا خلقهم، فعلى حسابكم فشوا خلقكم قد ما بدكم. بحبكم قد البحر وسمكاته. وأولالا شكرا. شكرا.